العصابة رجعت من جديد، والمرة دي المغامرة أخطر والخطة أغرب، ومش هيعدي يوم من غير ما تحصل مفاجأة تقلب الدنيا. يلا بينا نشوف ملخص الجزء الثاني من فيلم الأشرار. بيبدأ الجزء الثاني في الماضي في القاهرة قبل أحداث الجزء الأول ب5 سنين، وبنروح جوه مبنى كبير وبنشوف فيه ملياردير عايش فيه اسمه السيد سليمان، وبنشوف حراسة كتيرة بره المبنى وغرفة مليانة كاميرات مراقبة علشان تأمن المبنى من بره. وبنشوف شاركو وهو بياخد مكان واحد من الحراس وبياخد الكارت بتاع الحارس، وبيبلغ بعدها ويبس إن كل حاجة تحت السيطرة، فبتبلغ ويبس برانا يبدأ بتنفيذ دوره، وبيفتح له سنيك السقف وبتعطل ويبس كاميرات المراقبة كلها اللي موجودة في المكان. وبيدخل وولف من السقف وبينزل عند السيد سليمان اللي بيتعرف على أفراد العصابة كلهم، ووقتها بيترعب منهم وبيطلب منهم يخرجوا بره. لكن وولف بيفتح الباب اللي وراه وبتظهر عربية حديثة قدامهم، وبتكون دي مهمتهم وهي سرقة العربية، وبعدها بيركبوها كلهم وبيخرجوا بيها بره المبنى، فبتطاردهم الشرطة المصرية، لكن بيهربوا منها لحد ما بتحاصرهم عناصر الشرطة وما بيكونش قدامهم غير انهم ينطوا في نهر النيل. وبيعملوا كده فعلا وبيستخدموا رافعة علشان ما ينزلوش في المية، وبيوصلوا للجانب التاني من الشارع وبينجحوا أخيرا في تنفيذ المهمة. وبنروح بعدها للوقت الحاضر وبنشوف وولف وهو راكب عربية خردة قديمة، وبيعرفنا ان هو وأصدقائه قرروا يسيبوا عالم الجريمة ويفتحوا صفحة جديدة. وبيدخل البنك وبنعرف ان هو رايح يقدم على وظيفة في البنك ده، وللأسف لما بيدخل للمدير بيقول للمدير ان هو سرقهم قبل كده 3 مرات وبيرفض انه يشغله. لكن وولف بيفضل يتحايل عليه ويستعطفه وبيقول ان هو محتاج الشغل ده جدا، وبيقدر فعلا انه يقنعه، فبيقول للمدير ان هو هيفكر وهيتواصل معاه بعدين على رقم اللي موجود في السيرة الذاتية. وبيخرج وولف من عند المدير وبعدها بينسى ان هو كان عايز يقول له حاجة مهمة، فبيفتح الباب تاني وبينصدم لما بيشوف المدير بيقطع السيرة الذاتية بتاعته، وبيفهم وولف وقتها ان هو مرفوض. وعلى الجانب التاني بنشوف باقي أصدقاء وولف وهم بيقدموا برضه على وظيفة، لكن للأسف كلهم بيترفضوا. وبيرجع وولف للمخبأ السري بتاعه هو وأصدقائه وبيكونوا محبطين جدا علشان مش لاقيين شغل. وبيسأل شاركو وولف لو سمع عن اللص فانتوم، لكن وولف بيقوله انه ما سمعش عن حد اسمه كده، فبيقوله شارك ان كل الاخبار بتتكلم عنه وبيشغله الاخبار علشان يشوفها. وبيسمع المذيعه بتقول ان اللص فانتوم نفذ 3 عمليات سرقه ومن المستحيل تعقبه، وبيكون اسلوبه في السرقه نفس اسلوب عصابه وولف. وبتسال المذيعه قائده الشرطه هل عصابه الاشرار رجعت تاني للسرقه، فبتقول لها قائده الشرطه لا تعليق وانهم لسه مش متاكدين من حاجه. وبعدها بيقفل وولف التلفزيون وبيدخل عليهم سنيك، وبيكون اكتر واحد مبسوط فيهم ومستمتع بحياته، وبيمارس الرياضة بشكل منتظم وعمل فورمة لجسمه. وبيدخل ياخد حاجة وبيطلع تاني وبيعرف أصدقائه النهاردة يوم المصارعة وبيودعهم وبيمشي. بعدها بنشوف وولف وهو بيلعب كاراتيه مع عمدة المدينة ديان، وبتعرفه ديان إن لسه محدش في المدينة يعرف إنها كانت المجرم المتخفي اللي سرق الجوهرة زمان. وفي الوقت ده بتقطع كلامهم سكرتيرة العمدة مورين وبتقول لديان إن عندها اجتماع لجمع التبرعات بعد 30 دقيقة، فبتستأذن ديان من وولف وبتتحرك. وبيلاحظ وولف إن الأخبار لسه بتتكلم عن فانتوم، فبتجيله فكرة وبيروح لقائدة الشرطة وبيطلب منها يساعدها في انهم يمسكوا اللص فانتوم، وده علشان الناس ترجع تثق فيهم مرة تانية. لكن قائدة الشرطة بتكون معترضة، فولف بيبدأ يوضح لها حاجة مشتركة في كل سرقة، زي مثلا انها بتتم خلال 3 دقايق بس، وان اللص عنده حد بيساعده جوه كل مكان بيسرقه. وبيطلب من ويبس تساعدهم هي وشاركو وبرانا، وبيقدر شارك يحدد الشخص اللي كان بيساعد فانتوم من خلال الصور وبيعرفها انه عامل النظافة. وبيشرح برانا طريقة دخوله للمبنى من غير ما يتكشف، وبتقتنع قائدة الشرطة بكلامهم وبيرنوا على سنيك علشان يساعدهم، لكن بيلاقوا تليفونه مقفول. وبتيجي فكرة لوولف وبيمسك صور السرقات كلها وبيلاقي فيها عامل واحد مشترك، وهو ان كل التحف اللي اتسرقت مصنوعة من نفس المعدن وهو المكغافونايت. وبيفهموا ان فانتوم بيركز على النوع ده من المعادن، واكيد هيكون هدفه الجاي سرقة تحفة مصنوعة من المعدن ده. وبعدها بيطلعوا من مركز الشرطة وبيتكلموا مع بعض جوه العربية، وبتقول ويبس إن أشهر مادة فيها معدن المكافونايت هو حزام المصارعة اللي هيتقدم جايزة في مسابقة أبطال المصارعة الليلة، وبيكون ده نفس المكان اللي هيروح سنيك هو كمان. وفجأة وولف بيوقف العربية وبيبدأ يربط الأحداث ببعضها، وبيفهم إن سنيك هو العقل المدبر لكل السرقات اللي حصلت قبل كده وقدر يخدعهم كل الفترة اللي فاتت، وبيقولوا إنهم لازم يحذروه قبل ما يتكشف. وفجأة بيرن تليفون وولف وبتكون قائدة الشرطة وبتقوله على حزام مسابقة أبطال المصارعة وإنه ممكن يتسرق الليلة ولازم ياخدوا حذرهم. وفجأة بيتوتر شاركو وبيرمي التليفون لبعيد، وبنروح بعدها لمسابقة أبطال المصارعة، وبيوصل وولف وأصحابه وبينبهروا بأجواء البطولة وبتقابلهم قائدة الشرطة. ووقتها بيتوتر شارك مرة تانية وبيضربها فبيغمى عليها، بعدها بيشيلوها وبيخبوها في مكان لحد ما تفوق.
وبعد ما بيخلصوا بيشوفوا سنيك فبيروحوا يضربوه، وفي الوقت ده بتيجي صديقة سنيك واللي بيكون اسمها سوزان، لكن بيتفاجئوا كلهم ان سنيك عنده صديقة وبيتعرفوا عليها. وعلى الجانب التاني بتبدأ البطولة وبيدخلوا المصارعين للحلبة وبينتصر على كل المصارعين مصارع واحد اسمه خورخي، لحد ما بيجي مصارع مقنع بيواجه خورخي وبيقول وولف أسهل شيء لسرقة الحزام هو الفوز بيه، وبيفهم ان المصارع المقنع ده هو فانتوم، وبيضرب فانتوم خورخي وبيهزمه بكل سهولة. لكن بيطلع وولف وأصدقائه للحلبة وبيتصدوا له وبيفضلوا يتخانقوا معاه، وبيحاول وولف وأصدقائه يشيلوا الحزام بتاعه، وبيقدروا فعلا إنهم يعملوا كده وبيكشفوا حقيقته للجمهور. وللأسف لما بيشاوروا على الحزام اللي معاه بيلاقوه اختفى، وبيتفاجئوا انه بيلاقوا الحزام مع برانا، وبيكون اللي عمل كده طبعا هو فانتوم علشان يطلعهم حرامية قدام الناس. وفعلا بيصدقوا الجمهور وبيبدأوا يطاردوا وولف واصدقائه اللي بيهربوا بسرعة من المكان. وفي الوقت ده بتفوق قائدة الشرطة وبتشوفهم هي كمان، اما الجمهور بيحاصروا وولف واصدقائه، لكن فجأة بتظهر سوزان بالعربية وبتاخدهم بسرعة وبيهربوا من المكان على آخر لحظة. وفي مكان تاني بنشوف المصارع فانتوم بيبلغ حد في التليفون ان المهمة تمت، وبيوصل وولف وأصدقائه المكان آمن في الصحراء، وبتدي سوزان لكل واحد فيهم حبوب نعناع، لكن وولف بيشكرها وما بيرضاش ياخد منها حاجة وبيطلب ياخد منها التليفون. وفي مكان تاني بنشوف ديان في مؤتمر صحفي وما بترضاش تعلق على موضوع السرقة غير ما يتأكدوا، وبعد ما بيخلص المؤتمر بيرن تليفونها وبيكون وولف هو اللي بيتكلم من تليفون عمومي، وبيعرفها وولف الحقيقة وبيقول لها إن في حد عمل لهم فخ، وبيقول لها إن هم محتاجين مساعدتها، وبيعرفها إن الموضوع كله متعلق بمادة المغافونايت. فبتقول له ديان إن هي هتبحث في الموضوع وبتطلب منه يختفي مؤقتا لحد ما توصل للحقيقة. بعدها بيقفل وولف الخط وبيرجع للعربية، وأول ما بيفتحها بيتفاجئ إن أصدقائه كلهم مغمى عليهم، وبتقول له سوزان إنه المفروض كان ياخد حباية النعناع وبترش وقتها بالمخدر فبيغمى عليه هو كمان. بعدها بفترة بيفوق وولف وبيلاقي نفسه مقيد هو وأصدقائه، وبتظهر قطة رمادية وبتعرفهم على نفسها، وبتقول لهم إن اسمها اللص فانتوم أو كيتي، وبتعرفهم على باقي الفريق بتاعها اللي قابلوهم قبل كده، وبيكونوا بيكتل اللي قابلوها قبل كده في حلبة المصارعة، ودوم اللي هي المفروض سوزان. وبتقول لهم كيتي إن هي جمعتهم هنا علشان بتخطط لمهمة ضخمة جدا وكبيرة عليهم هم التلاتة، وعلشان كده هي محتاجة مساعدتهم. فبيرفض وولف، لكن كيتي بتوريه فيديو قديم لديان أيام ما كانت حرامية زيهم، وبتعرفهم إن الفيديو ده لو طلع للعلن هيدمر مستقبلها، ووقتها بيضطر وولف يوافق مقابل الفيديو. فبتفكهم كيتي بعدها وبتاخدهم وبتوريهم المهمة اللي هيعملوها، واللي بتكون عبارة عن سرقة مكوك فضائي. وفي مكان تاني وسط البحر بنشوف ديان رايحة لسجن معزول وبيكون محبوس فيه ملمة شرير الجزء الأول، وبتدخل تقابله وبتسأله عن مادة المغافونايت، فبيقول لها المعدن ده ليه خاصية نادرة وبيشتغل زي المغناطيس، ولو تعرض لجهد كهرباء عالي مش بيجذب أي معدن لكن بيجذب الذهب بس. هو بيعرفها إن هي تاني واحدة تسأله عن المعدن ده، فبتروح ديان بسرعة لغرفة المراقبة وبتسأل الموظف عن آخر حد زار ملمت، وبتاخد الصورة وبتعرف إنها كيتي، وفعلا بتقدر تحدد مكانها وبتتحرك بسرعة علشان تقبض عليها. وبنرجع تاني لولف وأصدقائه وبتبدأ توزع كيتي عليهم الحاجات اللي هيستخدموها في مهمة سرقة المكوك، وبتبدأ تعرفهم كيتي إنها لقت طريقة تتخطى الحماية اللي على المكوك، وده عن طريق الساعة اللي بيلبسها السيد مون المسؤول عن محطة مشروع المكوك الفضائي. وبتقول لهم إن الساعة دي ليها القدرة في التحكم في كل حاجة في المكوك، من أول البوابة لحد لوحة التحكم جوه المكوك، وبتعرفهم إن هدفهم الحالي هي سرقة الساعة دي. وبيصادف إن النهاردة حفل زفاف السيد مون، ودي فرصة مناسبة لسرقة الساعة منه، وبتعرفهم إن الحفلة دي هتكون متأمنة جدا، وبتقول لهم إن السيد مون هيكون لابس نظارة إلكترونية بتبين له مين اللي يستحق يسلم عليه ومين لأ، وبتفهم وبس إن مهمتها هي إنها تخترق سيستم المكان علشان يقدر وولف يسلم عليه ويبدل الساعة الأصلية بساعة مزيفة خلال دقيقة واحدة بس. وفعلا بتنجح الخطة، لكن قبل ما يبدل الساعة بيشوف السيد سليمان فبيرتبك وما بيعرفش يبدل حاجة وبتبوظ المهمة. وبتروح لكيتي وقتها وبتلوم إنه بوظ كل حاجة، لكن وولف بيوعدها إن هو هيصلح غلطته وبيتنكر على شكل العروسة، لكن للأسف السيد سليمان بيقدر يفتكره وبيكتشفه، وبيستغل وقتها وولف الهرج اللي بيحصل وبيقدر يبدل الساعة وبيحط العروسة مكانه من غير ما حد يلاحظ، وبيهربوا بسرعة من المكان وبتنجح خطتهم. وبيدي وولف الساعة لكيتي وبيرجعوا تاني للمقر بتاعهم، وبيطلب وولف من كيتي الفيديو، فبتديله كيتي الفلاشة اللي عليها الفيديو بتاع ديان، وبيروح وولف الأصدقاء في العربية وبيقول لهم إن سجل فيديو لكيتي وهي بتعترف إنها اللي ورطتهم في كل حاجة، لكن فجأة بتظهر كيتي قدامهم
وبتقيد وولف وأصدقائه بقيود من الذهب وبيستغربوا كلهم. ووقتها بتشغل كيتي جهاز فيه معدن المغافونايت، فبيسحب وولف وأصدقائه وبتعرفهم كيتي إنها تسافر للفضاء وتسرق الذهب اللي موجود في العالم كله بالمكوك الفضائي. وبتحط الفلاشة اللي فيها الفيديو بتاع ديان جوه اللاب علشان تنزل الفيديو. فبيقول لها وولف إن كان ما بينهم اتفاق، فبتعتذر له كيتي وبتقوله إن كان في اتفاق قبل كده مع ميلمت، وبتديهم فرصة يوقفوا تنزيل الفيديو عن طريق ريموت تحكم بجهاز معدن المغافونايت، لكن لازم يفضلوا مشغلينه على طول وإلا الفيديو هينزل على الإنترنت. وبتسيبهم كيتي وبتمشي من المكان. في الوقت ده بتيجي فكرة لوولف وهي إنهم يشيلوا الفلاشة من اللاب، لكن الفكرة دي ما بتنجحش، فبيقرر يرمي اللاب في النار، وللأسف اللاب ما بيقعش في النار وبينزل وقتها الفيديو. وبتوصل الشرطة للمكان وبتقبض عليهم كلهم، وعلى الجانب التاني بتوصل كيتي وفريقها للمحطة الفضائية وبيقدروا يدخلوا من غير ما حد يكشفهم. لكن قبل ما يطلعوا المكوك بتظهر قدامهم ديان وبتتخانق معاهم وبتقدر تهزمهم، لكن بيطلبوا منها تفتح الانترنت وتشوف الأخبار، ووقتها بتنصدم ديان من اللي حصل، فبيستغلوا انشغالها وبيضربوا عليها سهم مخدر وبيدخلوا للمكوك. لكن قبل ما الباب يتقفل بتتحرك ديان ببطء وبتدخل جوه المكوك. أما عند وولف فبيحاول يتكلم مع قائدة الشرطة وبيستعطفها، لكنها ما بترضاش تصدقه، وبتتحرك بيهم علشان توديهم لمركز الشرطة. وفجأة في نص الطريق بتقف قائدة الشرطة بالعربية وبتطلب من وولف وأصدقائه يحكي لها كل اللي حصل، فبيشرحوا لها كل حاجة وبيعرفوها إن المكوك هينطلق حالا. وفعلا بتبدأ عملية إطلاق المكوك وراهم، فبتتحرك بسرعة قائدة الشرطة بطيارة هليكوبتر ناحية المكوك وبترمي وولف وأصدقائه على المكوك، وبيقدروا إن هم يتعلقوا فيه وبيدخلوا من غير ما حد يحس بيهم، وبيلاقوا بدلات فضائية وبيلبسوها، وبيوصل المكوك للمحطة الفضائية. وبعدها بتتحرك كيتي والمساعدين بتوعها علشان يركبوا معدن المغافونايت على مقدمة المكوك. وبيطلع وولف وأصدقائه بره المكوك علشان يوقفوا جهاز المغافونايت، وبتشغل كيتي الجهاز، وبعدها بيبدأ يسحب كل الذهب اللي موجود في العالم. وفجأة بتشوف كيتي سنيك هو وبرانا وبتستغرب ازاي جم وراها، فبتطلب من المساعدين بتوعها يقفلوا غرفة التفريغ علشان ما يقدروش يدخلوا المكوك مرة تانية. وبعد ما بيتحركوا بيظهر فجأة وولف ورا كيتي وبيحاول ياخد منها جهاز التحكم، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، فبتكسر كيتي جهاز التحكم، لكن وولف بيكون خدعها وخد ساعة جهاز التحكم بالمكوك من ايديها، وبيحرك المكوك تاني لكوكب الأرض. وبيكون دخل باقي الفريق للمكوك قبل ما يتحرك، وأول ما بيعمل كده بينفجر الجهاز اللي بيسحب الذهب، فبيرجع الذهب لكوكب الأرض مرة تانية لمكانه. فبتتعصب كيتي وبتروح تهاجم وولف، بس في الوقت ده بتظهر ديان وبتضربها جامد جدا فبيغمى عليها. وبيحضن وولف ديان بعدها، وبيجي أصدقائه وبيحضنوه، وبينطلقوا بعدها لكوكب الأرض بالمكوك بأقصى سرعة. بعد كده بنشوف جنازة معمولة لوولف وأصدقائه ديان اللي بيكونوا ماتوا في هبوط المكوك، وبتقول قائدة الشرطة كلمة في جنازتهم، وبعدها بتسيب الجنازة وبتروح لأوضتها. ووقتها بنكتشف إن وولف وأصدقائه ديان لسه عايشين، لكنهم زيفوا موتهم علشان هيتم تجنيدهم في وكالة المخابرات السرية وهيكونوا عملاء سريين. وبنشوفهم بعدها في مبنى المخابرات، وبنعرف إن كيتي والمساعدين بتوعها اتسجنوا في سجن مشدد الحراسة. وواضح كده إن دي كانت مجرد بداية ولسه في مفاجآت كتير. وبس كده، لو عجبكم الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات. سلام.